هنعمل كيكة الجزر اللي الاولاد نفسهم هيحبوها ومش هيعرفوا خالص ان فيها جزر. بس قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسيش تعملي اشتراك ولايك وكومنت عشان تدعموا. معانا 5 جزرات هنقطعهم قطع صغيرة بالشكل اللي قدامك ده في خلاط او كبة، وهنحط عليهم 3 بيضات درجة حرارة الغرفة، كوباية من الزيت، كوباية ومعلقة من السكر، استغنى عن المعلقة لو انت عايزة، وهنضربهم كويس قوي لحد ما القوام يبقى سايل معايا بالشكل اللي قدامك ده. وتقدري تصفيه لو مش عايزه اي وجود للجزر في قلب الكيكه، بس لو فيها قطع صغيره تمام مفيهاش مشكله. بعد كده كوبايتين من دقيق منخولين، معلقتين ممسوحين صغيرين من بيكنج باودر، رشه من الملح، ومعلقتين كبار من النشا. هنقلب المكونات كلها كويس قوي مع بعض وبالراحه. بعد كده القوام هيبقى معانا بالشكل اللي قدامك ده، تقيل زي ما انت شايفه. ده قوام مظبوط جدا، وما تخافيش خالص لا الكيكه هتبوظ ولا تهبط ولا اي حاجه. هنجيب الصينيه بتاعتنا، وطبعا واحنا شغالين من اول ما بدأنا مولعين الفرن على درجه حراره 180، وهنسيبها نص ساعه. هندهن الصينيه بشويه زيت ونحط الخليط فيها وندخلها الفرن. بعد 30 دقيقه نقدر نختبرها بخلة سنان، سكينه، اي حاجه، وتلاقي ما شاء الله واخده لون وقوام وخفيه مش طبيعيه يا جماعه. وخصوصا بقى لو عملتوا صوص شوكولاته اللي احنا عملناه الاقتصادي ده وحطيتوه عليها، هتاخدوا احلى طعم. ونتقابل في وصفه جديده.